يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه
خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقدار القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فجل الحق في عالم قدسه الواسع فجل ينقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا خالته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلالا صلى الله عليه قد رعد رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتصر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه في الصدور من الإيمان قواعده ودل على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه وسلم أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والبلي عن الله ما أمره
بتبليغ خلقه من فرده ونفله أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بالربوبية في مواتن الخدمة لله وكمل عليه غاية الإكمال صلاة يسمعه المصلي عليه به فينبسط في قلب ورسل تعلقه به وهبه ويمضى بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بكربه صلى الله عليه إلى أشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وصحبه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاو لوصف الكمال المطلق والحزن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسناب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وباو فتعلقت همة الراكب لهذه الحروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور وإن كانت الألسن لا تبي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأن لا
تعرب القلم عن شؤون خير الأنام، ولكن أزل إلى تدوين ما حفظ من ششرب المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت الراية بالقول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني بشفاعة هذا النبي شافعا ويتروحان بروح ذلك اللعين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله، إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله، إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. عينات خاطرك معنا الله يا مولى، عينات خاطرك معنا الله يا مولى، عينات جاهرك معنا لا تخيبنا الله. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله، إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله. يا مولى عينات خاطرك معنا الله يا مولى، عينات خاطرك معنا الله يا عظيم الجاه لا تخيبنا، يا عظيم الجاه لا تخيبنا. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله، إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. سلبت ليلى مني العقل الله، سلبت ليلى مني العقل الله. يا ليلى
قد جاءوك بالأنبياء تغفرون الله إنني هائم ولها خادم الله إنني هائم ولها خادم الله أيها اللئيم خلاني مهلا أيها اللئيم خلاني مهلا يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المحسنين قد جاءوا بذنبيات تغفرون الله قمت بالأعتاب ولا زلت الباب الله قمت بالأعتاب ولا زلت الباب قلت للبواب هل ترى وصلا قلت للبواب هل ترى وصلا يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المحسنين قد جاءوا بذنبيات تغفرون الله قال لي يا صاح مهرها الأرواح قال لي يا صاح مهرها الأرواح كم من محبين راح يا رحا كم محبين يعشق القتلى يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المحسنين قد جاءوا بذنبيات تغفرون الله يا مولى عينات خاطرك معنا يا مولى عينات خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا آمين يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المحسنين قد جاءوا بالأنبياء تغفرون الله اللهم صل وسلم
وبارك عليه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فعملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو من ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة
دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وخروجه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. فحين قرب وان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب والترجود لله على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين لا تعجز. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وفد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات المبرود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
مرحبا مستمر ليس ينفذ مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جامع الفخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل يا سره مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا إذا حمانا بوجود مرحبا مرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا رسول الله يا نبيك نبيك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبال لكل ما قصر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله واهدنا نهج سبيلي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في ديواني خير مقعد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد.
يا من تعالى علو في ارتفاع، علو في ارتفاع، اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك، وخذ بنا في طريق الاتباع، طريق الاتباع، طريقة المجتبى أحمد مصطفى. نسير في ضوء هذا كالشعاع، كالشعاع في الدار هذه وفي الأخرى هناك. يا خير محبوب للمولى، مولى وداع الوداع، الله قربك منه واصطفاك. لك سير ما كان حقه أن يوداع، أن يذاع، ليله سرابك إلى موطن عطاك. يا من تعالى علو في ارتفاع، علو في ارتفاع، اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله ولما نظر الفكر من ضرار الأوصاف المحمدية وكودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، وأن يكتب عمل من في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوض ظافرة، وعلى باب عزة الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وعامل رعاية دعوتك الشاملة. النبي الأكبر المحبوب لك والمؤسس بالشرف لا فخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في بادك وساكك وسرسادك شادك لأهل ودادك سيد القولين
الثقلين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الحق من أحبابه. آمين. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم. آمين. ونتوسل إليك بالشرف في مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك. وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك. وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا. وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين. وبالطريق اتباعه من السالكين. ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا من وظنون جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين. وتوجهنا به إليك مستشفعين. أن تقابل المذنب منا بالغفران. والمسيء بالإحسان. والسائل بما سال. والمؤمل بما أمل. وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وظهره وعم ببركاته وشريف جاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنات في جميع الجهاد وعدم راية الدين الكريم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم قربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين. وفي شر المعتدين والظالمين. بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار. أيدهم للتعيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. وجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا. آمين. وجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا. وجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا. بالحسن المكين من الذنوب والخطايا. وادمنا بالعمل بطاعتك والصدق بحكمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب. اللهم صل وسلم عليه للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.